بيبدأ الفيلم بجندي أمريكي معاه سلاح وبيجري على جسر، وبيكون في قوة من الشرطة بتهجم عليه وبتضرب عليه نار، وبياخد طلقة في رجله وبيقع على الأرض وبينزف دم كتير وبيكون تعبان جدا. وبنرجع قبلها بيومين لمدينة مومباي في الهند، وبنشوف ولد اسمه أوفي خارج من المدرسة هو وأصحابه، وبيقعدوا في كافيه مع بعض، وبيكون في بنت قاعدة مع أصحابها وراهم، وصاحب أوفي بيقول له البنت شكلها معجبة بيك، روح كلمها. وبيرجع البيت متأخر وبيشوف ساجو مساعد أبوه اللي بيقول له أنت كنت فين؟ فبيقول له كنت مع أصحابي. فساجو بيقول له مش ابوك طلب منك ترجع بعد المدرسة على طول؟ وبعدها اوفي بيفضل سهران لحد بالليل، وبيكلم صاحبه وبيقول له ان ساجو نايم دلوقتي، وبيخرج من وراه وبيروح يقابل صحابه في الديسكو، وبيخرجوا بره الديسكو وصاحبه بيقول له جرب السيجارة دي هتخليك مبسوط. بس البوليس بيوصل وصاحبه بيرمي السيجارة على الارض، وفجأة الشرطي بيطلع المسدس وبيقتل صاحب اوفي وبيخطفه. وتاني يوم في سجن مومباي بنشوف ابو اوفي، وساجو بيكون جايله زيارة بعد ما ابنه اتخطف، وبيلوم ساجو لانه كان المفروض يخلي باله من ابنه. وساجو بيقول له احنا ممكن نتفاوض. فالاب بيقول له اللي خطفوه مش عايزين فدية، دول عايزين يذلوني، ودلوقتي روح لمدينة داكا وما ترجعش من غير الولد، حتى لو هتاخد معاك جيش كامل المهم الولد يرجع سليم. وبيهدد ساجو ان لو اوفي مرجعش هيقتل عيلته كلها. ومرات ساجو بتتكلم معاه وبتقول له هو الاب مش عايز يدفع الفدية ليه؟ فبيقول لها ان مكافحة المخدرات جمدوا كل فلوسه بعد ما قبضوا عليه، ومفيش قدامه غير طريقة واحدة يسترد ابنه بيها. وبعدها بنروح لاستراليا وبنشوف تايلر الجندي الامريكي نايم على الارض، وفجأة بيقوم يمشي وينط من فوق الجبل، وبيفضل قاعد تحت المية وبيفتكر ذكرياته مع مراته وابنه. ولما بيرجع البيت بيلاقي زميلته نيك مستنياه هناك وتقول له في مهمة جديدة علشانك، وبيعرف ان في طفل هندي ابن تاجر مخدرات اتخطف، واللي خطفه عنده عصابة كبيرة وعايش في مدينة داكا في بنجلاديش. وتايلر بيوافق على المهمة من غير تفكير، وتقول له خلي بالك ان اللي خطف الولد عايز يسلمه لأمير عاصف، وده راجل عصابات كبير عنده نفوذ رهيب في داكا، والموضوع معقد جدا وفيه خطورة عالية. وهو بيقول لها انه موافق لانه محتاج فلوس. وتاني يوم بيروح لمكان المهمة وبيعرف التفاصيل، وبنشوف امير عاصف وبنعرف انه اكبر تاجر مخدرات في بنجلاديش، وان هو بيكره ابو اوفي وخطفه علشان يذله وياخد فدية كبيرة. وتايلر بيتفق مع فريق الانقاذ انه لما يرجع الولد يقابلهم عند المينا، وساعتها هيجوا بطيارة هليكوبتر وياخدوهم هما الاتنين. وبنروح لمدينة داكا في بنجلاديش، وتايلر بيكون قاعد في مطعم وبيجيله مكالمة، واللي بيكلمه بيقول له خش المغسلة اللي في الشارع اللي جاي. وفجأة بتيجي عربية والسواق بيقول له نورت الهند، وبينزل منها كام واحد وبيخطفوه وبيحطوه في العربية. وتايلر بيقول لهم مش هدفع الفدية غير لما اشوف الولد. فالراجل بيخش أوضة جوه وبيوريه أوفي وهو متكتف، وبيقول لتايلر جه دورك يلا قول لهم يدفعوا الفلوس، ولو اتأخرت هفضي المسدس ده في دماغ الولد. وبعدها بيغموا عينيه وبيكون نازل على السلم، والقناص اللي مع تايلر بيكون بره وبيقتل واحد منهم، وتايلر بيقتل التاني وبيطلع فوق تاني وبيخبط على الباب، وبيخش بيهجم عليهم بالسلاح بسرعة وبيقتلهم كلهم. واللي بره بيسمعوا صوت ضرب النار، والقناص بيقتلهم من فوق، وتايلر بيضرب اللي باقي منهم فوق وبيخلص عليهم كلهم. وبيلاقي طفل صغير ماسك بندقية أكبر منه وبيهدده، فبياخد منه البندقية وبيقول له يلا روح العب بعيد. وبيخش يجيب أوفي من الأوضة وبيخرج معاه بسرعة. وبعدها بنشوف أمير عاصف مجمع أطفال فوق سطح عمارة وموقفهم في صف، والمساعد بتاعه بيمسك طفل منهم وبيرميه من فوق السطح، وبيقول لهم اللي مش هيقول فيكم مين اللي خد الفلوس هرمي واحد تاني. وبيرد عليه فراد وبيقول له اللي خد الفلوس سنجيب اللي انت لسه راميه من فوق. وامير بينادي عليه وبيكون معجب بذكائه، وبيجي النقيب وبيقول لامير ان اوفي ضاع. فامير بيقول للنقيب اقفلوا كل مداخل ومخارج المدينه. وبعدها تايلر بيوصل المكان ومعاه اوفي وبيخرجه من شنطه العربيه، وبيقول له لو عايز تعيش نفذ كل كلمه هتسمعها مني. وبيلبس القميص المضلل الرصاص وبيجهز اسلحته، وبيقول لهم ان اوفي معاه وانه بعيد عنهم ب2 كيلو، وبيلبس اوفي قميص زيه ضد الرصاص، وبيصوروا فيديو عشان يتاكدوا ان هو معاه. وفراد بيشوف امير خارج وبيروح يفتح له باب العربيه، وامير بيقول لهم الولد ده عاجبني ادوله سلاح وخلوه يتمرن على ضرب النار. وتايلر واوفي بيكونوا رايحين ناحيه المركب، والفريق بيلاقي تحويل الفلوس اتاخر ومحدش بعت لهم حاجه، والقبطان بيلاقي في مشكله في اوضه المحرك، ولما بينزل بيكون في حد مستخبي بيقتله بسرعه. والفريق بيلاقي تحويل الفلوس اتاخر وبيعرفوا ان في حاجه غلط. ونيك بتقول لتايلر خليك في مكانك، وبتسال القناص اذا كان في حد من رجالتهم موجود على المركب، فبيقول لها انا هقرب عشان اتاكد، بس ما بيلحقش يتحرك وبياخد طلقه في دماغه. ونيك بتلاقي مركبين تبع البوليس رايحين ناحيه تايلر، ونيك بتقول لتايلر في حد معاك في الغابه وجاي ناحيتك. وتايلر بيشوف راجل مقنع جاي من بعيد وبيطلع يجري هو واوفي بسرعه قبل ما يوصل لهم. ونيك بتبعت الطياره الهليكوبتر عند تايلر عشان تساعده، والراجل اللي بيجري وراهم بيضرب عليه نار، وفي الاخر بيقلع القناع وبنعرف انه ساجو، وبينادي على اوفي وبيقول له ما تخافش انا ساجو. وتايلر بيطلع قنبله وبيقول له لو ما جريتش بسرعه هقتلكم انتوا الاثنين. واوفي بيقوم يجري وتايلر بيرمي القنبله على ساجو، وبيركبوا العربيه بسرعه
بسرعة، ولما بيتحركوا بيلاقوا البوليس قدامهم، وتايلر بيلف من الناحية التانية، وأوفي بيقول له خليني أرجع لساجو، ده شغال مع أبويا. وتايلر بيقول له أنا كمان شغال مع أبوك، بس في حاجة مريبة بتحصل، وشكل ساجو ده عمل صفقة واتفق مع الناس اللي خطفوك، ولو عايز تعيش اسمع كلامي أنا بس. تايلر بيفضل يتحرك بسرعة والبوليس بيجري وراه، وساجو بيقلب عربية منهم بعد ما سرق العربية التانية وبيجري وراهم، وتايلر بيلاقي نفسه متحاصر من ناحيتين وبيرجع بسرعة وبيخبط في ساجو، وبينزل هو وأوفي من العربية وبيطلعوا يستخبوا في مبنى، والبوليس بيطلع يدور عليهم فوق، وتايلر بيكون مستخبي وبيخرج يقتل عسكري منهم بسرعة، وأوفي بيتحرك وراه من غير ما يعملوا صوت، وبيهجم عليه 3 عساكر وبيكتفوه، وأوفي بيطلع يجري والعسكري بيمسكه في الأوضة، بس بيلاقي تايلر أنقذه وقتل 3 كمان وهو خارج، وبيطلعوا فوق السطح وتايلر بيرميه للناحية التانية وبينط وراه، وبينزلوا على السلم، وبيتفاجئ أول ما ساجو بيظهر قدامه، وبيهجموا على بعض هما الاتنين وبيقعوا من فوق، وساجو بيقوم يهجم عليه تاني بالسكينة، وتايلر بيوقع منه السكينة بس بتيجي عربية بتخبطه وبتشيله من على الأرض، وساجو بيكون اتعور في إيده، وبيلاقي أوفي مع البوليس وبيقتل الاتنين اللي معاه وبياخدوا منهم، بس تايلر بيكون راكب عربية نص نقل بيخبط بيها ساجو وبينادي على أوفي عشان يركب، والبوليس بيفضل يجري وراهم لحد ما بيطلعوا على الطريق، وتايلر بيقول لأوفي عد لحد 3 وتنط من العربية، وبينطوا هما الاتنين في النفق والعربية بتنفجر على الطريق، وأمير بيجيله خبر إن العربية انفجرت بيهم، بس ما بيكونش مصدق وبيقول أنا عايز أشوف الجثتين، وساجو بيكون لسه عايش وبيدور عليهم، وبيروح ياخد اللاسلكي بتاع الضابط وبيمشي، وأمير بيعرف إن هما لسه عايشين وتايلور متصاب، وبيقول للنقيب وزع صوره على كل اللي في المدينة واللي يشوفه يقتله على طول، وتايلر بيروح يستخبى في مستودع قديم مع أوفي، وبيكون متصاب في كتفه وبيلف عليه شاش عشان يوقف النزيف، ونيك بتتصل بيه وبتقول له إن ساجو كان ضابط في القوات الخاصة وشغال مع أبو أوفي من الأول، وإن الأب ما بعتش الدفعة التانية عشان يوفر الفلوس، وخلانا احنا ننفذ الجزء الصعب ونجيب الولد من اللي خاطفينه، وبعدين يجي ساجو يقتلنا وياخد الولد من غير ما يدفع. وتايلور بيعرف إن ساجو قتل القناص وباقي الفريق بتاعهم، ونيك بتديله عنوان هتوصل فيه الطيارة اللي هتاخدهم، وبتقول له انت لازم تسيب الولد وتركب الطيارة وترجع، وتايلر بيفتكر ابنه اللي مات وبيقول لنيك مش هي دي المهمة، فنيك بتقول له خلاص المهمة اتلغت، وبيقول لها انا عايز فلوسي وماليش دعوة بالباقي، وأوفي بيقول له على فكرة انا سمعت كل حاجة، فتايلر بيقول له مش هينفع اسيبك غير لما اخد فلوسي، وأوفي بيقول له يعني انا بقيت اوردر دلوقتي ولازم تاخد تمني، وبيقول له ان ابوه بيعامله على انه جماد فعلا ومش مهتم بيه. وبعدها ساجو بيخش فندق قديم وبياخد اوضه وبيقف قدام المرايه وبيعدل مناخيره المكسوره، وبيتصل بمراته وبيقول لها لو ما اتصلتش بيكي خلال 12 ساعه خدي الفلوس اللي معاكي واختفي من المدينه كلها، وبيكلم ابنه الصغير وبيقول له بكره هرجع لك وهنقضي اليوم مع بعض. وبعدها نيك بتتصل بتايلر وبتقول له الطياره جاهزه، وبيروح يصحي أوفي وبيلاقي عربيه مفتوحه، وبيجيب مفك وبيضربه مكان المفتاح وبيشغل العربيه، وفجاه بيلاقي حد واقف قدامه، فبيقول له أوفي انزل بسرعه، وبيلاقي حد بيدخل بالموتوسيكل في العربيه، ولما بيرجع تاني تايلور بيحط السيخ في الكاوتش وبيقلب الموتوسيكل، وبيلاقي ان اللي راكبين الموتوسيكل طفلين صغيرين جايين يقتلوه، وبيلاقي فراد جاي ومعاه اصحابه وبيضرب عليه نار، وتايلر بيرمي قنبلتين دخان وبيهجم عليهم بسرعه وبيضربهم، وفراد بيهجم عليه بالسكينه وتايلور بيوقعه على الارض، والبوليس بيكون محاصر المكان فبيهربوا بسرعه وبينزلوا في المجاري، وبيتصل بنيك وبيقول لها على اللي حصل، فبتقول له انا طلبت منك تسيب الولد وترجع انت، فبيقول لها انا مش هسيبه غير لما اخد فلوسي، واحنا دلوقتي في المجاري وفي 200 ضابط فوقينا، وكلمي جاسبر الراجل بتاعنا في داكا وهو هيتصرف، وبيفضلوا قاعدين في المجاري هما الاتنين، وبنشوف جاسبر وهو داخل عليهم وبيخرجهم وبيركبوا عربيته، وبنعرف ان هو وتايلر صحاب من زمان، وتايلر بيشكره عشان انقذه من البوليس. وبعدها فراد بيروح لامير في البار بتاعه، وفراد بيقول له ان تايلر كان قدامه وهرب منه في السوق، وعايزكم لما تقبضوا عليه انا اللي اقتله بايدي. وبعدها تايلر بيروح يحط اكل لاوفي وبيقعد معاه، واوفي بيقول له ان هو شجاع عشان بينقذ الناس، وتايلر بيقول ان هو ساعات بيعمل حاجات تانية زي القتل، فأوفي بيقول له ان ابوه كمان بيقتل الناس، وفي يوم كان قاعد بيتعشى معاه وسمع ان هو قتل ابو واحد كان يعرفه، وبيسأل تايلر اذا كان عنده عيلة، فبيقول له ان هو كان متجوز وان اللي كانت مراته ما يعرفش عنها اي حاجة دلوقتي، وانه كان عنده ابن صغير مات من كام سنة بسرطان في الغدة الدرقية، وبيعيط عشان هو ما كانش جنبه لما مات لانه ساعتها كان سايب البيت وبيعمل مهمة في افغانستان. وبعدها بيخرج بره الأوضة وبيكون جاسبر رجع البيت وبيتكلموا مع بعض، وتايلر بيقول له ما تعملش دوشة علشان الولد نايم، فبيقول له الولد ده ميت اصلا ومحدش هيقدر ينقذه، وامير عاصف مش هيسيبه وهيفضل وراه لحد ما يلاقيه، حتى لو رجعته لبيته ابوه في السجن ومش هيعرف يحميه، واحسن حاجة تعملها تقوم دلوقتي وتضربه برصاصة في دماغه. وتايلر بيقول له انت شكلك سكرت يا صاحبي، فجاسبر بيقول له لو وافقت وسلمته هناخد 10 مليون دولار وانا هساعدك وهوديك مكان بعيد عن الحدود، وخلال كام ساعة هناخد الفلوس ونسافر. وتايلر بيتعصب
عليه وبيضربه. فجاسبر بيقول له انت تعرف لو حد عرف اني ساعدتك هيعملوا فيا ايه انا ومراتي؟ واللي انت متعرفوش ان امير صاحبي واشتغلت معاه الفتره اللي فاتت، وانا عملت معاه صفقه لو خد الولد هنبقى احنا الاتنين اغنياء. وتايلر بيقول له يعني عايزني اطلع فوق واقتل الولد كده بكل سهوله؟ وجاسبر بيقول له خلاص انا اللي هطلع اقتله. وتايلر بيهجم عليه وبيحاول ياخد منه المسدس، وبيفضلوا يضربوا في بعض هما الاتنين لحد ما اوفي بيصحى. وجاسبر بيشوفه ماسك مسدس وبيقول له ما تخافش احنا كنا بنهزر. واول ما بيقرب منه اوفي بيضربه بالنار وبيموته، وبيفضل يعيط من اللي حصل وبيقول لتايلر انا عايز ارجع البيت. وتايلر بيقول له ما تقلقش انا هرجعك البيت. وبعدها بيتصل بساجو وبيقول له الولد معايا وانا محتاج مساعدتك. وتاني يوم بيقابل ساجو وبيطلع شنطه مليانه اسلحه وبيقول له انا كل اللي يهمني ان اوفي يخرج من هنا سليم. وساجو بيقول له ان ابو الولد كان هيقتل عيلتي كلها لو ما رجعتوش. فتايلور بيقول له ان فرقته مستنياه عند المينا ومحتاج حد معاه عشان يعرف يعدي من الكمين اللي هناك، وانا هحاول امنعهم وانت خد الولد وصله الطياره. وبيسيب اوفي مع ساجو وبيروح عشان ينفذ خطته، وبيخرجوا بالعربيه على الشارع. وتايلر بيكون واقف فوق وفي قدامهم كمين تفتيش بيدور على اوفي، وتايلر بيديهم اشاره وبيضرب قنبله على الكمين. وساجو بيتحرك بسرعه وسط الضرب وبيهرب منهم، والعساكر بتطلع المبنى عشان يقتلوا تايلر وبيضربوا عليه ار بي جي. وساجو بيلاقي الطريق واقف وبيقول لاوفي هنتمشى المسافه دي، وبيكون الطريق كله واقف لحد الجسر. وامير بيسال النقيب اذا كان الولد ظهر، فبيقول له ان هم شافوا تايلر والولد هيبقى اكيد قريب منه. ونيك والفريق بيكونوا في الطريق ومعاهم اسلحه، وساجو بيحاول يعدي بالولد في وسط الزحمه بس في ضابط بيشوفهم وبينادي عليهم وبيوقف ساجو بيقول له خلي الولد ده يقلع الكاب. واول ما بيعرفوا ان هو اوفي ساجو بيطلع السلاح وبيضرب عليهم نار. وامير بيراقب كل حاجه من بعيد وبيقول للنقيب ابعت كل القوات على الجسر. وتايلر بيكون لسه في مكانه بيحارب الشرطه. وساجو بيتحرك وبيقول لاوفي خليك هنا وانا هبعدهم عن المكان. وبيلاقي فيه قوات زياده جت المكان وبيتصل بتايلر وبيقول له انا محتاجك على الجسر. بس فريق نيك بيوصل الجسر وبيوقعوا الطياره بتاعه القوات. وتايلر بيقتل الضباط وبيفجر المدرعه بتاعتهم. وبعدها بيوصل عند المكان وبيعرف ان اوفي في نص الجسر. وساجو بيلاقي اتنين هجموا عليه وبيضرب عليهم نار وبيتصاب. واوفي بيلاقي اتنين جايين ناحيته فبيخرج من الاتوبيس وبيستخبى. وساجو بيقوم تاني يهجم عليهم بالسكينه وبيقتلهم، بس بتجيله رصاصه في دماغه من النقيب وبيموت. والنقيب بيشوف الهليكوبتر بتاعت فريق نيك وبيقتل الطيار. والمساعد بيقول لنيك ان الطيار مات والطياره هتقع بيهم. ونيك بتلاقي زميلها خد رصاصه في دماغه. وتايلر بيوصل الجسر وبيقتل كل اللي يقف قدامه. والنقيب بيضرب عليه من بعيد عشان يقتله، بس نيك بتكون مجهزه البندقيه بتاعتها وبتضرب عليه وبتقتله. وفي النهايه بنرجع لاول مشهد وتايلر متصاب وواقع على الارض. واوفي بيروح يقعد جنبه وهو بيعيط. وتايلر بيقول له انا عايزك تجري بسرعه وتركب الهليكوبتر اللي هناك دي. وتايلر بيقوم تاني وبيكون خلاص هيوصل لنيك، بس فرات بيكون وراه وبيضربه بالرصاصه في رقبته وبيقع من فوق الجسر وبينزل في البحر وبيختفي. وبعد 8 شهور اوفي بيرجع البيت ونيك بتوصل لامير عاصف وبتقتله في الحمام. وبعدها بنشوف اوفي وهو خارج من ميه حمام السباحه وبيظهر بره حد واقف مش باين ملامحه. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.